اسمع رفي، أني جفرهز هرتي أتخا هربيب عميم في زوتهي هبا عمها أحرنا شأني مدبر إنخا بابا عم هبقى إنقاطني جتخا تسعاديم لو تعميم ما عسيت يتخاق أدون يتسحاق لو يتسحاق بو أنيها من هل قال تشكح ما عسيتي ركبة حداش هزي نعدر تاميها عفوداش شفعا يمين إفشار لدعت لما عيتي خلي أنا عارف إنك مريض وعارف كمان مرضك شو هو بالضبط القمار يا رافي ما هيك؟ أنت ما بتعرف إنه القمار ممنوع منعا باتا في إسرائيل؟ انا ما بلعبش هنا. اي حاجه تانية ما حدش له عندي اي حاجه خالص. أنا عارف أنت بتلعب فين؟ هناك في البحر في المراكب اللي في البحر خارج حدود إسرائيل. عارف يا رافي لو الشباك أخذ علم بأنه المسؤول عن أمن أكبر بنك في إسرائيل بيلعب قمار ومدمن عليه، شو ممكن يكون موقفه معك؟ اسمع أدون يتسخاق، انا مش هستحمل منك اهانه بعد كده خالص. انا هستقيل، هسيب لك البنك واسيب لك اسرائيل كلها. هيك؟ بالبساطة هاي؟ أنت ناسي يا رافي إنك ساحب قرض من البنك لسه ما سددته؟ وعمرك ما حتعرف تسدده وأنت مبتلي بهذا المرض. مشكلتك يا رافي أنت ويهود أوروبا الإشكنازيم إنكم مفكرين أنفسكم مفضلين على هذا البلد بكونكم مواطنين فيه، وأنتم مجرد هياكل ما لكم قيمة. إحنا اللي شلنا البلد هاي. مخصوم منك 15 يوم وهذا آخر إنذار. تفضل. زيداي زيداي نيم اصلي زيداي. رافي، ايه في ايه؟ انا مش قادر مسيو ناجي، انا خطأ، ما بقيتش قادر خلاص. مالك يا رافي؟ نيم اصلي نيم اصلي. ايه؟ انا اتهان من الحقير ده. انا مسيو ناجي ده اهله ما كانوش لاقيين ياكلوا. يجي اليوم اللي واحد زي ده يوقفني قدامه وينزل فيا تحقير واهانات. السفردي الواطي. انا بقيتش استحمل يا مسيو ناجي، مش قادر، انا كرهت حياتي ونفسي فعلا اموت. ما تعملش في نفسك كده يا رافي. ايه يا ابن عمي؟ وده جديد عليهم؟ ما انت عارفهم، ده يهودي شرقي وانت راجل متحضر جاي من اوروبا، عاملين لهم عقده نقص. والصاحب بقى لما ركب وبقى مدير البنك بيطلع عقده كلها عليك. ده عايز يبلغ عني الامن العام يا مسيو ناجي، الشباك. اعلى ما في خيلي واركبه. انت الراجل اللي كنت قاعد معاه في القهوه ده اللي مش شباك مش قريب مراتك؟ خلاص يبقى الحكايه ببيتها. ما هو انا لا مستريح لا في بيتي ولا في شغلي يا مسيو ناجي. روق روق انت بس روق. مستنيك بالليل. شالوم. انا جاي في ميعادي بالظبط الساعه 4 ل 5. أهلا أهلا مستر ناجي. أنت دايما هيك تيجي في آخر ثانية. ما هو اليوم لما يعدي الفايده بتاعت المبلغ بتنزل في الحساب على طول. هذه فايدة كلش بسيطة مستر ناجي، ما تستاهل. لا انا كده ازعل منك، ما فيش حد اسرائيلي يقول كده. هو المبلغ ده في اليومين اللي فاتوا يعمل فايده قد ايه؟ 235 شيكل، شغلة فاضية. حلوين مالهم؟ اهو 8 فنجان قهوه. مستر ناجي، أنت متأكد إني في أصول العيلة مالتك ماكو عرق يهودي؟ إتها كيسف شل مرة قيعة الله. تشرب قهوة مستر ناجي؟ بص بقى، لو هتخصمها بالحساب بلاش، انما لو من حسابك انت مقبوله. طعمايم كافيه. لا خلينا انا زياده، معلش خليها عليك المره دي. طعم هربي سكر. وانا بره لقيت رافي كده في مود وحش وعمال بيشتم. هو اتخانق مع حد؟ هو اتكلم معاك؟ لا هو دريان بيقول ايه؟ اصله عمال يقول السفردي الواطي كلام زباله كده يعني. الحقيقه كان بيشتم
هو اتخانق مع حد؟ لا، هم كلهم هيك منفوخين على الفاضي. الاشكناز. انت هتقول لي ما انا معاشرهم، عليهم نار يا اخي تفقع المراره. لو ايه فاهمين اللي هم يا ما هنا يا ما هناك، والباقيين ولاد البطه السوداء. مش عارف انا الحكايه. مستر ناجي، القهوة بيها شاي؟ لا، هو بس البن قليل شويه، بس كويس عشان الضغط. مو عجبتك؟ لا، هو بس السكر قليل، بس كويس عشان السكر. أحسن بكتير. هو في الحقيقة مفيش قهوة خالص، مفيش غير شفطة واحدة بس كويس عشان تصلب الشرايين. مستر ناجي، أنت شو ناوي تساوي بعد ما تخلص مدتك في السفارة؟ ناوي اشتغل في البيزنس، انا اصلي احب الفلوس. هنا في إسرائيل؟ ان شاء الله. جميل. وشو ناوي تساوي؟ ناوي اسرق البنك ده. ايه ده؟ على طول كده جرس انذار؟ ده انا لسه بفكر. لا، هذه التجربة بتاعت السيستم. مستر ناجي، أنت أوحيت لي فكرة عظيمة. لازم يخترعوا ألارم يضرب بمجرد ما حدا فكر يسرق البنك. تعملوا ابوها. بعد كده نقرا في الجرايد القبض على 5 قاعدين في قهوه متلبسين بالتفكير في سرقه بنك. دول 150,000 دولار. أيوة. أعدهم ولا إيه؟ أنا همضي على وصل الاستلام. المثل بيقول لا تعد ورا يهودي. دول ناقصين ورقتين. لا، مستحيل. زي ما بقول لك كده، حطهم على الجهاز. مو معقول مستر ناجي، انت عبقري.